سماحة الشيخ، السؤال الأول من السائل يقول: أخوكم في الله يحيى محمد جابر زيداني، يقول: إنسان في جماعة وسمع الأذان، هل يجب عليه أن يؤذن أو يكفيه الأذان الذي سمع من يعني مؤذن آخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالإنسان في جماعة سمع الأذان من أي مسجد فإن الواجب عليه وعلى الجماعة أن يجيبوا الأذان وأن يتوجهوا إلى المسجد ولا يصلوا في محلهم، ولا حاجة إلى أذان ولا غيره، بل يتوجهون إلى المسجد الذي سمعوا أذانه وهو قريب منهم حيث يمكنهم الوصول إليه والصلاة معهم. إذا كان الأذان بالصوت الطبيعي فإن الغالب يكون مسجد قريب. نعم. أما إذا كان بالمكبر فقد يكون بعيدا ووصلهم الصوت من بعد، فالحاصل أن الواجب عليهم أن توجه المسجد إذا أمكن. أما إن كان بعيدا لا يتيسر له الوصول إليه إلا بعد فوات الصلاة لوعده، ولأن الصوت سميعه بواسطة المكبر ويأتي من بعيد، فإنهم يكتفون بالأذان هذا وتكفي الإقامة. نعم. لأن المقصود سماع الأذان ووجود ما يدعو الناس إلى الصلاة ويعلمهم بالوقت فقد حصل. لا، وهو يقول أيضا في الرسالة: هل يجب عليه أن يؤذن أم يقيم على الأذان الذي يسمعه من حوله؟ أفيدونا. يكفي هذا يعني قريبا منه. المقصود يكفيه الإقامة إذا كان ما يتيسر له يصلي مع الناس لمرض أو كونه حارسا أو ما أشبه ذلك، يكفيه الأذان ويقيم، يأتي بالإقامة فقط. نعم. أما إذا كان في محل قريب حيث يستطيع الوصول إلى محل الأذان ويصلي مع الناس، فإن واجب على هؤلاء السامعين الأذان أن يجيبوا، للحديث: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب على من سمع الأذان أن يجيب المؤذن ويتوجه المسجد أو محل المسجد أو محل إقامة الجماعة حتى يكثروا السواد وحتى يحصل الاجتماع على طاعة الله عز وجل وحتى يحصل الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحضور الجماعة. لكن إذا كان هناك مانع من مرض أو خوف أو كونه حارسا لمال عنده لا يستطيع التوجه، أو لأن المكان بعيد سمعوا الصوت من بعيد بسبب المكبر ولا يستطيع الوصول إليه إلا ما فاتتهم الصلاة، فإن يصلوا في مكانهم ويكتفون بالأذان. فإن أذنوا فلا بأس، إن أذنوا أذانا ثانيا فلا حرج. نعم. إنه خير بلا شر. نعم. لا سيما مع البعد. وإن اكتفوا بالأذان فإنه كافي، وعليهم أن يقيموا فقط على هذا المتخلف لمرض أو خوف أو ما أشبه ذلك، أن يقيم الصلاة ويكتفي بالأذان. نعم. نعم.